فرصه، بس اديله فرصه ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. وسيف الله الطيف، عوده حميده بالنسبه لسيف، وانيس السعيدي. ويعني اعتقد ان القايمه كان فيها الياس العاشوري بره دلوقتي، يعني الياس العاشوري دلوقتي بره. مش عارف، تلاقي تم استبعاد الياس العاشوري ممكن يكون نوعا ما استبعاد فني، ممكن يكون قرار فني، ممكن اللاعب يكون مصاب. ولكن اللي موجودين اعتقد ان هم يستحقوا الاشاده ويستحقوا التواجد. يعني اللي موجودين كلهم يستحقوا الاشاده ويستحقوا التواجد. قائمه قويه من قبل صبري اللموشي، هي قائمه قويه وقائمه محترمه جدا بالنسبه لصبري اللموشي. هتقولي بس في لعيبه في الدوري التونسي ما نبقاش قاسيين قوي على الراجل لان دي لسه القائمه الاولى. يعني ما نبقاش قاسيين قوي على الراجل لان دي لسه القائمه الاولى لصبري اللموشي. دي لسه القائمه الاولى لصبري اللموشي. وده لسه اول تجمع لصبري اللموشي يجيب فيه قائمه للعيبه منتخب تونس. فالراجل لسه بيعمل كده المره الاولى. فنحاول ان احنا يعني نتفرج على الشغل الفني اللي هيحصل، ونحاول نتفرج على افكار الراجل. هل هيكون في افكار واضحه في الماتشين اللي هيلعبهم منتخب تونس قدام كندا وهايتي؟ هل هيكون في بصمه للراجل؟ هل الراجل هيقدر يحط بصمه على تشكيله المنتخب التونسي بشكل سريع؟ خلينا نشوف الكلام هيبقى على ايه، لانه واضح ان في كلام كتير جدا بالنسبه لمرحله صبر اللموشي. اتمنى ان هو يكون كلام ايجابي اكتر ما هو يكون كلام سلبي. يعني ده اللي اقدر اقوله بصراحه في قصه مرحله صبر اللموشي. بالتوفيق لكابتن صبري، وان شاء الله باذن الله يعمل اللي الجمهور التونسي مستنيه وبيدور عليه، ان هو يعمل فريق قوي، يعمل فريق هجومي قوي، فريق بيقدم اداء محترم، فريق يفخر الجماهير التونسيه بيه زي ما هو ما كان بيقول. فاتمنى ان كابتن صبري المنوشي فعلا ربنا يوفقه مع المنتخب التونسي، ويقدر يقدم شغل فني محترم، ويقدر يقدم اسماء جديده قويه بالنسبه للمنتخب التونسي، ويقدم كمان اضافات كبيره باللعيبه الخبرات اللي هيكونوا موجودين معاه. نتمنى التوفيق لكابتن صبري.